بأربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لا وللأرض ائتيا ولو كرهن قالتا آتينا طائعين فكليهن سبع سماوات في يومين وأوحي في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم وإلا ردوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون وأما واستكبروا بالله بغير وقالوا من أشد منا قوة ولم يروا أن الله الذي لكم أشد من قوة وكانوا بآياتنا يجحدون وأرسلنا عليهم صرصرا بأيام حصات لنذيق كما عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة خزي وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمي على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاء وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ورديكم وأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما من المغتبين وكيدنا لهم قرناء وزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وأقالهم القول بما من خلقنا من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء ولا إلا النار لهم فيها دار الخلود جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس لجعلهما تأكد أمنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ واستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وإن استكبروا والذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة وإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي يعلم الموت إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون بآياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقي بالنار خير من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا جميعا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمي أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب بل عمل صالحا بل لنفسه ومن أساء عليها وما ربك بظلام للعبيد